اقعد انت بقى وشد حجرك واتفرج انا هعمل ايه. مصر ما خصها ما يحدث داخل غزة، ما خصها، هذا ليس شؤون مصر، هذا شأن داخلي وخصها من محددات الامن القومي المصري. ما خصها في هذا الموضوع. انت اللي ما خصك اصلا بالمنطقه لانك محتل، ليس لك الحق في ان تفرض شروطك. النسوان ما بيخلوك تحكي، النسوان بيحكوا كل الوقت بالعين راديو. النسوان اللي ربيتك مش احنا، النسوان اللي ربيتك مش احنا. لا احنا 7000 سنه حضاره. شكرا. الست عندنا كانت ملكه. هذا ما تفعلوه انتم نسوان في اسرائيل. وشه قام رجع عيط، هو اللي كان قاعد يتنطط، هات الدكتور عشان يخيط. ب 30 ثانيه ب 30 ثانيه استاذه هند، ب 30 ثانيه ردك الاخير لو سمحت. انت خدت حاجه من الدنيا حسيب؟ لا. طب خد الاخير بان اسرائيل ينطبق عليها المثل الشعب المصري. إسرائيل ينطبق عليها المثل الشعب المصري، عويل ولسانه طويل. هي كيان مصطنع في منطقة الشرق الأوسط، قادمة لتعلم دول الحضارات كإيران وكمصر ماذا تفعل وماذا لا تفعل في منطقة الشرق الأوسط. إذا كان إسرائيل مستاءة من الوضع فعليها أن ترحل، تاخد شعبها اللي لمته من كل شتات الأرض وترحل من المنطقة.